السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام. أخوتي خواتاتي، عليكم بالدعاء، عليكم بالدعاء، الله الله عليكم بالدعاء. اسمعوا هذه القصة لرجل كان يدعو، رجل كان يدعو في جوف الليل، نزلت به ديون وفقر وألمت به ضائقة. كلنا محتاجين أمام الله، ومن بيده تفريج الكربات وقضاء الحاجات غير الله عز وجل. هذا الرجل أنزل حاجته لله، لجأ لله للدعاء وتحرى الساعات ثم الساعات في الدعاء في جوف الليل، والله ينزل كل ليلة ويتولى من السائل. الله سبحانه وتعالى كل ليلة ينزل ويقول من السائل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة بل أحمل هم المسألة، والله لو توفقت لحسن الدعاء أعلم أن الله سوف يجيبك. إذن هذا الرجل فوض أمره لله سبحانه وتعالى، وكان يدعو الله أن يفرج همه من حيث لا يعلم ولا يحتسب. وجاءت في منامه في يوم من الأيام، في منامه رأى رؤيا عجيبة. رأى في المنام رجل يقول له: اذهب عند الشيخ الفلاني، وهو كان يعرف ذلك الشيخ وذلك البلد، لأن البلد كانت بعيدة، وقل له يعطيك مبلغ كبير، يعني مبلغ 30,000 ريال سعودي، وهذا الرجل يسكن في السعودية. ذهب عند ذلك الشيخ وصلى معه في المسجد، ولما انتهى من الصلاة قال له ذاك الرجل: أنا جاي عندك لحاجة في موضوع مهم، رأيت فيك رؤيا في منامي. ثم قال له الشيخ: يلا اذهب معي البيت، وتغدى معه في البيت، وبدأ يحكي له المنام الذي رأى في المنام، يعني المنام اللي شاف في المنام. قال له: رأيت في المنام رجل قال لي اذهب عند الشيخ الفلاني ليعطيك 30,000 ريال. الشيخ بقى كيشوف فيه وقال له: ما هذا الكلام الغريب؟ يعني تعجب ذاك الشيخ، كيفاش نعطيك أنا 30,000 ريال؟ يعني قالها في نفسه والسلام، ولكن ما بغاش يخسر ليه. قال له: خير إن شاء الله. الشيخ قال له: خير إن شاء الله. المهم تغدى معه وقال له: خير إن شاء الله. قال له: اعطيني الرقم ديالك، الهاتف ديالك، ولا يسر لي الله سبحانه وتعالى غادي نعطيك هذا المبلغ. يقول الشيخ: بعدما تغدينا أنا والرجل فجأة سمعت طرق الباب، يعني تغداو وكملوا وقال لي ديك المنامه، قال لي ان شاء الله يكون خير، ولكن فجأة سمع طرق الباب، ساعة الدار شي واحد كيدق في الباب. تفاجأ الشيخ وقال: انا ما عندي في هذه الساعة يطرق بابي، يعني ما عنديش شي واحد اللي غادي يدق عليا في هذه الساعة. وفتح الباب، اذا به رجل من التجار البلد. ينحل الباب لقى واحد تاجر كبير هو اللي كيدق عليه. قال له: اعتذر. ذاك التاجر قال له: اعتذر، جيتك في هذا الوقت الغير مناسب، أنا مسافر للعمرة وعندي أمانة سوف أعطيها لك. ثم أعطاه ذاك الظرف، وذاك الظرف فيه الفلوس، الظرف فيه 30,000 ريال. أعطاها لي، قال له: أعطيها لمن يستحق هذا المبلغ. يقول الشيخ: والله ثم والله كانت مفاجأة، تفاجأت بنفس المبلغ الذي جاء به الرجل الذي رأى رؤيا في المنام. لم يصدق الشيخ، ذهل، قال: يا شيخ، أنا عندي رجل في بيتي جاهز ليأخذ هذه الأمانة اللي أعطاها له، وجاي من بلد بعيدة ويقول إنه رأى رؤيا في المنام، إنه جاء عنده رجل في المنام قال له: اذهب عند الشيخ الفلاني يعطيك 30,000 ريال، وأنا والله ما عندي وكنت أعتذر منه. ولكن سبحان الله، سبحان من يسخر كل شيء، سبحان من يسخر السحاب ويسخر الملائكة والجنود ديالو. ربي سخرك لهذا الرجل وأنا ما عنديش هذا المبلغ. وفعلا الشيخ شد هذاك المبلغ وعطاه لذاك الرجل، نفس المبلغ اللي حلمه في المنام. سبحان الله العظيم اللي جاب له ذاك التاجر. سبحان الله يا إخواني أخواتي، لا تظنوا أن الله غافل عن دعاءك، إنه يعلم ما في الصدور ويعلم ما تسر وما تعلن، يعلم ما في السماوات والأرض، إنه يسمع أنينك وآلامك، يعلم الوجع الذي يستقر في صدرك. ادعو الله، لا تقنط من رحمة الله، الله يسمعك، إنه السميع البصير. الله عز وجل مستوى على العرش فوق 7 سماوات، يسمع تلك الشكوى ويسمع الأصوات. ما تظنوش أن الله سبحانه ما كيسمعكمش، راه كيسمع كل شيء. الله لا يعجز شيء إلا في الأرض ولا في السماء. يسمع صوت الحوت في أعماق البحار، يسمع دبيب النمل في الظلمات، لا يخفى عليه شيء. لا تظنوا أن الله يخفى عليه خافية، كيسمع كل شيء. الله لا يغفل عن دعاك، لكن يجب أن يسمع صوت الله، كيبغي يسمع الصوت ديال العبد ديالو. شوفوا هذا الرجل دعا الله فاستجاب له، كان كيدعو يعني ما قنطش، كيدعي تا ربي يعني حقق لي داك الشيء اللي بغى، وبالطريقه لم تخطر على البال.
برؤية في المنام، ويعطيه المال بكرامة وبدون تدلل وإدلال. أسأل الله لي ولكم أن يقضي لنا الله الحاجات ويكشف عنا الكروبات. إخواني أخواتي، الله ثم الله ثم الله عليكم بالدعاء والمسألة. اسأل ملك الملوك، يسأل ملك الملوك الله سبحانه الذي بيده قضاء الحاجات. لا تسأل الناس، لا تتدلل إلى الناس، اسأل الله المدبر الحكيم. يسخر لك العباد، يسخر لك القلوب، يقضون حوائجك بدون تدلل وبدون كرامة. تدلل إلى الله، لا تتدلل للعبد، تدلل لله عز وجل. سل الله، قل له يا رب قد تدللت لوجهك الكريم وسالت دمعتي لعزتك وكرامتك وجبروتك. قل يا رب قد تدللت لوجهك الكريم وسالت دمعتي لعزتك وكرامتك وجبروتك. اللهم احمي هذا الوجه، واحمي هذا الدموع الذي سالت إلا لغيرك. احمي هذا الوجه لا يتدلل إلا لغيرك، وأبشر بالخير. لا تسأل الناس، سل الله الحاجة وهو قاضي الحاجات. إذا أراد أن يقول الشيء كن فيكون، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ترجعون. خوتي خواتاتي، عليكم بالدعاء. شوفوا هذا الرجل هذا ما ملش من الدعاء، وخصوصا في جوف الليل. كما قلت لكم جوف الليل كيبدا من الوحدة الليل حتى قبل الفجر بشي نص ساعة، هذاك هو جوف الليل. عليكم بالدعاء، تدللوا إلى الله سبحانه وتعالى، لا تتدلل لأي مخلوق، تدلل إلى الله سبحانه وتعالى. ادعو الله في جوف الليل. إذا كانت عندك شي حاجة ضرورية وقضاء الحاجات وانت مديون يعني مقهور مهموم، خاصك شي حاجة، دير خصص واحد الليلة في جوف الليل وبكي ودعي الله سبحانه وتعالى، والله غادي يعطيك. والله ربي ما يخليكش سبحانه وتعالى كما دار هذا الرجل هذا. سبحان، شوف المبلغ اللي طلب نفس المبلغ اللي دق عليه داك التاجر وعطاه له. شوف حسن الظن بالله واليقين بالله سبحانه وتعالى. خوتي خواتاتي، ما تنسونيش باللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم وتفعيل الجرس باش يجيكم كل جديد، والى فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.